تصريح خطير جدا وغير متوقع من مارسيل كولر بعد انتهاء مباراة الأهلي مع الألومنيوم. وكمان هنشوف تعليقه على مباراة بيراميدز اللي جاية في الدوري يوم الاثنين اللي جاي 22 من الشهر اللي جاري. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. كل جمهور الأهلي دلوقتي بيقول الحمد لله، ماتش وعدى بحلو بمره بأداء سيء جدا من لاعبي النادي الأهلي علشان يفوزوا في الدقايق الأخيرة من الوقت البدل الضايع من المباراة قدام الألمونيوم علشان يتأهلوا، وهيقابلوا طبعا فاركو. مش في شك ان مدرب الألمونيوم عمل ماتش جامد جدا، وقدر انه يلعب جيم دفاعي على قد امكانياته. لا هاجم الاهلي ولا حاول حتى انه يعمل اي حاجة غير انه يلعب على امكانياته سواء البدنية او الفنية. طب ليه كولر غضبان؟ وازاي هيعرف يعاقب اللعيبة؟ ويا ترى ايه العقاب اللي منتظر اللعيبة؟ ومش بس كده، ايه تعليقه على حارس مرمى مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، المباراة اللي تعتبر لقاء القمة؟ أول حاجة كده، الأهلي وكمان لعيبته الأساسية والبدلاء وكل الناس لازم تراجع حساباتها، لأن ده كان ماتش وعدى خلاص. على الرغم أنه كان ماتش مهم، لكن الأهم جاي لهم قدام بيراميدز يوم الاثنين اللي جاي. النادي الأهلي النهاردة كان ممكن يتعرض لكارثة، وهي الخروج المبكر على يد الألمونيوم. مفيش تركيز سواء من كولر او اللعيبه، الكل مركز بس على ماتش يوم الاثنين وحجم الحدث الكبير، المباراه اللي بالفعل تحولت لديربي وقمه جديده. لكن النهارده الاهلي سبحان الله بيتعرض لحظ سيء واضاعه فرص بالكوم. وكمان اسامه ابو علي اللي ضيع ضربه جزاء غريبه جدا. يعني وسام ابو علي ده يا جماعه خلال اخر 10 ضربات جزاء تصدى ليهم كلهم من 2022 ما ضيعش حتى ركلة جزاء، وكان دايما بيسجل. ولكن تحس ان كان في كده نحس من كل الجوانب، تحس مثلا ان حد عامل لهم سحر وحطه عند العارضة. احنا بنهزر، الكلام ده اكيد مش حقيقي. لكن لعيبة النادي الاهلي استهترت بشكل كبير جدا بالماتش، وعلى الرغم من ان الاسماء الموجودة في الملعب ممكن الناس تقول عليها احتياطي، لكن كان معاهم بيرسيتاو، كهربا، كريم فؤاد، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، وسام أبو علي، عمرو كمال، عبد الواحد، طبعا لعيبة من الآخر تقيلة. كولر طبعا غضبان جدا، وأمر إن هو هيوقع عقوبات يعني مش كبيرة للحد الكبير على اللعيبة، إلى جانب كمان اللعيبة اللي مش هتريح خلال الفترة اللي جاية. كولر كان غضبان جدا وأكد للعيبة إنه هيتخذ إجراءات كبيرة جدا في حالة استمرار الوضع على الشكل ده، لأنهم في الآخر النادي الأهلي. والنهاردة لو كان الفريق طلع كان هتحصل هزة كبيرة جدا قبل ماتش بيراميدز. لكن برضو عايزين نسقف كلنا لمحمد هاني ونقول له برافو، إن هو كان حاضر ذهنيا في المباراة طول 90 دقيقة على الرغم من استبعاده خلال الفترة اللي فاتت لأسباب أكيد حضراتكم تعرفوها. طبعا الأهلي بشخصية البطل النهاردة قدر يكسر النحس ويفوز النهاردة ويتأهل لدور ال16 بعد مباراة أكيد كانت صعبة عليه من نادي يحترم هو الألومنيوم. أيضا كمان مارسيل كولر اللي كمل كلامه وقال على فكرة حارس مرمى مباراة بيراميدز والأهلي محطوط في الخطة من قبل المباراة، يعني مش النهاردة، ده من قبلها، وكل حارس عارف هيقف امتى وفي المباراة ايه. لكن انا برجح ان اللعيبة النهاردة ما كانتش في مستواها ابدا. المهم قولوا لنا في الكومنتات تفتكروا ايه هو سر الاداء السيء للنادي الاهلي.